بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم وأهلا بكل اللي بيشوفنا ويتابعنا. النهاردة معانا وصفة جميلة اقتصادية وموفرة. هنعمل الفول النابت من أول التنبيت لحد التسوية، وإزاي تكون المية بتاعته فاتحة وجميلة معاكي بالشكل ده. بنجيب نص كيلو فول بلدي، ولازم الفولة تكون بيضة وفاتحة بالشكل ده، وبننقعه لتاني يوم في المية. بننقعه ليلة كاملة في المية. طبعا الفول حجمه بيزيد معاكي. النص كيلو بيعمل كيلو معاكي بعد النقع، والفولة ما شاء الله فاتحة وجميلة بالشكل ده. بنصفيه من المية وبنسيبه لتاني يوم. ده الفول بعد ما سبناه لتاني يوم النبتة ابتدت تظهر معانا. بتشطفيه بالمية مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. لو الجو حر بتشطفيه بمية عادي من الحنفية، ولو الجو برد بتشطفيه بمية سخنة بحيث ايدك تستحملها. بتسيبيه في المية 5 دقايق، وبعدين بتصفي المية وبتسيبيه وبتغطيه لتاني يوم. هنا ده الفول بعد ما سبناه لتاني يوم بعد النقع. ما شاء الله النبتة ابتدت تكبر، وممكن تسويه بالشكل ده. ولو حابة تسيبيه لتالت يوم ممكن تسيبيه لتالت يوم. ما شاء الله النبتة ابتدت تكبر. لو حابة تسويه بالشكل ده ممكن تسويه بالشكل ده. هنا ده النابت بعد ما سبناه لتالت يوم بعد النقع. النبتة كبرت معانا ما شاء الله، فاحنا هنسويه بالشكل ده. فهو النابت في الحر بياخد حوالي يومين، وفي الشتاء بياخد 3 أيام. هتمشي زي ما قلتلك بالطريقة اللي قلناها، وبتشطفيه مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل. هنصفي الفول وهنشطفه بالمية، وبعدين بنزود المية اللي هنسلق بيها الفول. طريقة التسوية بتاعته بتكون زي حمص الشام. في ناس بتحط التومة نية، وفي ناس بتطش التومة بالسمنة لحد ما تاخد لون ذهبي، وبتنزل بيها على الفول. زودنا المية. معانا بصلة ورق لوري بضيفها على الفول، وبسيب الفول يستوي من غير ما اضيف اي توابل او اي حاجة تانية. وبعد الفول ما بيستوي بحمر تومة لحد ما تاخد لون ذهبي، وبطشها على الفول. وهنبتدي نضيف التوابل بتاعتنا بعد ما الفول بيستوي. بنزل بمعلقة ملح، معلقة كمون صغيرة، نص معلقة صغيرة فلفل اسود. وعلشان المية تكون فاتحة بنعصر ليمونة، بنضفها من البذر وبعصرها وبنزل بيها على الفول. الليمونة بتخلي المية فاتحة وجميلة معاكي. بعصر الليمونة وبنزل بالقشرة والليمونة كلها، بسيبها شوية وبعدين بطلع القشرة. ما شاء الله طبق
جميل. ولو عندك عيش بلدي او العيش الشمسي الصعيدي بيكون جميل مع الطبق ده. ودي كانت وصفة النهاردة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، واعملي اشتراك للقناة، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد بننزله على القناة. واشوفكم في فيديوهات تانية، وفي حفظ الله ورعايته.